مرحبا، شلونكم بنات؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد، واليوم الفيديو مالتنا راح اسوي وياكم دهينة بالدهن الحر بالجوز، كلش طيبة وسهلة وبنفس الوقت مضبوطة 100%. اول شي راح احضر القالب وراح اضيف كمية من الدهن، طبعا دهن الحر. راح ادهن القالب بالدهن الحر، وبعدها راح افرش طبقة زينة من مبروش الزيتي او مبروش جوز الهند، واكو ناس يسمونه البغراش. شوفوا هذه النوعية الزيتي كلش طيبة، وبنفس الوقت تعطي نكهة للدهينة كلش طيبة. هذه نوعية ممتازة من جوز المبروش او جوز الهند. وهنا راح ابدي اضيف قطع لب الجوز. هاي الإضافة اختيارية بس تعطي نكهة كلش طيبة، إذا ما متوفر عندكم تقدرون ما تضيفوها أو تستغنون عنها. بالبداية حضرت هاي الطاسة حتى أخلط بها المواد، بس بعدين لازم أضيف المواد كلها بقدرية، وبعدين نوديها على النار حتى يذوب السكر. راح أضيف 4 أكواب من السكر ناعم الحبيبات، وبعدها أضيف عليه كوب من الحليب السائل. و3/4 كوب من الدهن الحر. كل ما يكون الدهن الحر عندش أصلي ومضبوط غير مغشوش راح تطلع وياك الدهينة كلش طيبة. هنا أنا وديته على النار حتى أذوب السكر. من تذوب عندي كل كمية السكر أنزله من النار، وهنا أنا ضفت ملعقة من العسل وملعقة من دبس التمر، وبعدها ضفت 3 أكواب من الطحين بالتدريج على شكل دفعتين، وأخلط إلى أن أحصل على عجينة سلسة وخالية من التكتلات. شلون أعرف أخذت كفاية الخفق هذه العجينة وصارت جاهزة حتى أصبها بالقالب؟ لازم تطلع عندي فقاعات بالعجينة، راح أكون أعرف أنه العجينة صارت جاهزة وصارت يعني ما بها أي نقص، حتى تكون جاهزة حتى أصبها بالقالب. مدة الخفق لازم تكون كافية حتى تعطيني نتيجة مضبوطة. هسه بعد ما ظهرت عندي الفقاعات صبيتها بالقالب، وأنزل كل كمية الخليط من القدرية اللي عندي، وراح أدخلها للفرن. هنا راح أرش كمية من الدهن الحر على الوجه. إذا عندكم الفرن مالتكم بدرجة الحرارة يعني بين 90 و100، راح تاخذ من عندكم 3 ساعات إلى 4 ساعات بالفرن، لازم يكون درجة الحرارة هادئة. وهنا أنا صورت لكم من داخل الفرن قبل لا أطلعها، من استوت وصارت هذه اللون ما أخذت هذا اللون الحلو بالتحمير، راح أتركها ساعة كاملة قبل لا أطلعها من الفرن. وبعد الساعة طلعتها من الفرن وهذا شكلها. هسه راح أقلبها بصحن التقديم، وبعدها أراويكم الدهينة من الداخل وشون القوام مالتها جدا ناجحة ومضبوطة. النكهة مالتها كلش طيبة وطعمها أيضا كلش طيب، وما بيها ولا غلطة، وتقدرين تسويها وناجحة 100%. أنا سويتها بالفرن مالت الطباخ لأن الأوفن مالتي ما يتنقص، خليتها على أنصى شي مدة 3 ساعات أخذت من عندي. أنا لازم أحرك الحافات شوية شوية، وراح أنزلها بصحن التقديم بهذا الشكل نهائيا، لا ملتصقة بالقالب ولا محترقة، وهذا الداخل مالتها. شوفوا النتيجة مال الدهينة، دهينة مضبوطة 100% وناجحة، وتقدرون تسووها بالبيت من مواد كلش سهلة وبسيطة.
نكهة الدهن الحر على نكهة الجوز على نكهة البجوز، نكهتها كلش طيبة وما بيها ولا غلطة، قلت لكم ناجحة ومضبوطة 100%. إن شاء الله تجربوها وتنجح وياكم وتكتبولي بالتعليقات. وهذا راح يكون الفيديو مالتنا لهذا اليوم، دهينا بالدهن الحر، ناجحة ومضبوطة 100%. نلتقيكم بفيديو آخر إن شاء الله، نترككم في حفظ الرحمن، مع السلامة.